تعالى لي يا نجم بقى اقول لك ايه هي مشكلة الزمالك اليومين دول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ الفيديو اللي مصليش على النبي صلى على النبي واحد الله. ولو بتتفرج على الفيديو ده في وقت صلاة روح صلي وبعد كده ارجع اتفرج على الفيديو. بس اهم حاجة ترجع متعملش زي كل مرة. اولا كده في تسريب نزل اليومين اللي فاتوا ان الفيفا عاقبت الزمالك بإيقاف قيد لفترتين. والمفروض ان كان في التسريب ده ان هو مش متوقف على دفع مستحقات، هو خلاص كده طلع وخلاص ده هيتنفذ حتى لو دفع المستحقات. تعال انا بقى اقول لك ايه اصل التسريب ده. اولا التسريب ده خطأ 100%. هتقول لي انت ايه اللي عرفك انت هتنجم؟ اقول لك لا والله، هو الزمالك اللي منزل عنده في الابليكيشن بتاع الزملكاوي، هو منزل بيان ان التسريب ده خطأ جدا. وتعالى اجيب لك الموضوع واحدة واحدة، اقول لك اصل التسريب ده وايه اللي اتبنى عليه. يعني التسريب ده اصلا طلع ليه للناس وعلى اساس ايه. بس كوباية الشاي الجميلة بتاعتك وتعالى لي. صلاح مصدق كان ليه المفروض ليه بقية مستحقات، تمام؟ وكان في ميعاد لتسديد المستحقات دي، والزمالك ما ردش على الفاكس. فطبعا ده لحد دلوقتي كلام ليس له أي دليل من الصحة، ده كلام الزمالك. فالفيفا طلع قرار بإيقاف القيد للزمالك. راح الزمالك بعت طعن للفيفا وقال لهم لا، الحوار ده غلط 100%. وبعت له الطعن يحتوي على ايه؟ يحتوي ان هو باعت له الفواتير اللي دافعها لصلاح مصدق. هي كانت الفلوس كانت عبارة عن اللي هي الحوافز وحاجات كده فوق المرتب، يعني فوق العقد كمان. فعموما الزمالك بعت فاكس بيطعن فيه على اسمه ايه ده، على الايقاف ده، وان هو فعلا بعت فلوس. وسيبك من الاخبار اللي طالعه اليومين دول ان صلاح مصدق اتنازل وما اتنازلش. لحد الوقت اللي بعمل لك فيه الفيديو ده صلاح مصدق ما اتنازلش، والزمالك عنده مشاكل بسبب صلاح مصدق برضه. المشكله الاساسيه بقى ايه؟ نيجي هنا للمشكله الاساسيه. المشكله الاساسيه في الزمالك دلوقتي هي ادارته. اداره الزمالك هي المشكله الاساسيه في الزمالك حاليا. اداره لا تعني، لا يعني ما تعرفش شيء عن الإدارة ولا تعرف تدير سوبر ماركت حتى. إدارة فاشلة 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 فاشلة. مرتضى منصور اللي كنا بنسب ونلعن فيه أحسن من حسين لبيب بمليون مرة. يعني مرتضى منصور فيه وفيه وفيه وفيه، وكنا بنقول المشاكل اللي احنا فيها دي من مرتضى منصور، المشاكل مش عارف ايه. طب ما هو مين اللي جايب صلاح مصدق؟ مين اللي جايب اسمه ايه ده الواد زفت اسمه ايه ده؟ مين اللي جايب عبد الحميد معالي ولا عبد الرحيم معالي ده؟ ما هو حسين لبيب. ما هو برضه عامل لنا إيقاف مشكلة في إيقاف القيد. يعني العيب مش في مرتضى. مش بدافع والله، بس اللي أنا شايفه قدامي إن إدارة حسين لبيب زي الخرا بحسين لبيب. يعني أنا شايف إن هو يعني بيسلي وقته. يعني هو داخل المنصب ده علشان مثلا يتفرج على الماتشات لايف من المقصورة، مش عارف، او يشوف اللعيبة يعني ويسلم عليهم كل يوم. ما هو ده الحل الوحيد. بس كده يبقى الفيديو خلص هنا. لو عجبك الفيديو، لو وصلت لحد هنا فانت راجل محترم، انا بحبك جدا. ولو وصلت لحد هنا ما عملتش لايك فاعلم ان الشيطان هو اللي منعك. استعيذ بالله من الشيطان. انزل اعمل لايك واشترك في القناة. صلي على النبي ووحد الله، واحمد ربنا على كل النعم اللي بيديها لك. سلام.